السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة طاجين الحلو، وصفة رمضانية. طاجين الحلو هو شبح السفرة الجزائرية. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتنال اعجابكم. على بركة الله نبدو بالوصفة تاعنا. نحتاج كمية من الزبيب، هذا صغيور، انا نستخدم هذا واستخدمت واحد كبير حبته كبيرة دوك نوريه لكم. نسحقوا كمية تاع البرقوق، هي على حسب أفراد العائلة. قشور الرمان كنت يبستهم من قبل. وعندنا كمية تاع اللحم ولا قطعة لحم مع شوية تاع البصل، شريحة تاع ليمون، قرفة ونجمة تاع الأرض. وهذاك الزبيب اللي قلت لكم حبته كبيرة، ملعقة تاع فانيلا، ونص كاس تاع السكر. وعندنا هنا ماء الزهر. عندنا هنا باش نقلوا المكونات تاعنا مارغرين ديما. وعندنا ملح، فلفل الكحل وزنجبيل وشويه تاع كركم، بهارات باش نبهروا بهم طاجين تاعنا. هنا في طاجين ولا في مقله ولا في قدره، نحطوا المكونات تاعنا. نحطوا ملعقه تاع زبده، ملعقة معمرة تاع زبدة، مع شوية تاع الزيت باش ما تحرق لناش الزبدة. نحطوها على نار تكون متوسطة إلى هادئة. نحطو المكونات تاعنا يتقلو. حطيت القطعة تاع البصل، انا ما نقطعوش، نحطو كيما هاك باش من بعد كي نحيه يتنحى لي فاسيلمون. نحطو هذيك القطعة تاع اللحم تاني ونقلو مع بعض، ونزيدو هنايا تاني لي زيبيس ونقلو كل شيء مع بعض كيما راكم تشوفوا. نزيدو عليها الزبيب تاني بعد ما يتقلاو مليح. نضيفوا هذاك النصف كاس تاع السكر تاعنا ونحركوا كاع المكونات مع بعض جيدا. من بعد راح نجيبوا زوج كيسان تاع ماء، نغطوا بهم اللحم تاعنا ولا الزبيب كيما راكم تشوفوا. هنايا نضيف قشور تاعي تاع الرمان اللي كنت وريتهم لكم في الدوبي، ونزيد القرفه والطرونج تاع السيترون ونجمة الارض ولا نجمة الارض كيما راكم تشوفوا. هادو مطيبات يعطوها رائحه جميله. هنا البرقوق تاعنا بعد ما كنا غسلناه وكاع، نجيبو ماء الزهر ونضيفوه عليه ونخلوه بلا ماء غلات المكونات تاعنا. نفس الشيء بالنسبه لهذاك الزبيب اللي قلت لكم حبه تاعو كبيره، تاني هو نديروا له كميه تاع الماء زهر ونخلوهم بلا ما غلات. كي يغلى الخليط عندنا هكا، نزيدوا هذاك الزبيب وهذاك البرقوق تاعنا كيما راكم تشوفوا، بهم بالماء الزهر تاعهم، يعني ما صفيهم ما والو. ونحركو بيان سور. نزيدو هنايا تاني ملعقه صغيره تاع لافاني، نخلوها هي التاليه باش الريحه تاعها تجي باينه، هي والماء زهر ومامسي القرفه راح يعطوكم واحد الرائحه جميله جدا. هنا بعد ما تكون طابو كاع المكونات وكامل، نقدموهم في طبق التقديم تاعنا. كل واحد كيفاش تبغي تقدم الطبق تاعها. انا قدمته في هذا تاع الفخار، وشهية طيبه وشكرا.